في لحظات الفقد بنقف عاجزين. تخيل تفقد حد بتحبه ومفيش حضن يواسيك ولا كلمة تخفف وجعك. تخيل تبكي ومحدش شايفك. لكن تعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي فقد أعز الناس ليه، واحد ورا التاني. تخيل طفل في الصحراء يرجع من يثرب لمكة يتيم الأب والأم، ملوش حضن يرجع له، لكن كان راضي. ما قالش ليه يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، أيوة بكى، وقال جملته الشهيرة: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن شوف الفرق، هو بكى بس ما سخط، هو حزن بس ما اعترض. ربنا بيواسيه وبيوعده إن بعد الحزن ده في فرح كبير ورضا أعظم. وإنت كمان صدقني، لو صبرت ربنا هيعوضك.